اليوم معنا قصة حقيقية، قصة عن يمني أصيل، وإن شاء الله نذكر من إيش من منطقة بعد ما نخلص القصة علشان تشوفوا أن أهل اليمن فعلا فيهم خير كبير جدا، وعكس النظرة اللي بعض الناس قد يصورها. هذا مغترب في السعودية، ويشتغل في بنشر سفري، وفي أسرة يمكن استعانوا باعوا سيارة فيها أسرة في طريق صحراوي هكذا ما بين الدمام والرياض تقريبا، وعمل بواجبه وعمله، ونسيوا هذه الأسرة شنطة طبعا مليئة بالذهب حقهم، الحزام والأساور وال مثل ما تشوفوا هذه الشنطة اللي قدامكم. فالرجال ما عاد قدر يوصل لهم، ولكن الأمانة فوق كل شيء، ما قدر يوصل لهم. فاتصل ب3 تسعات، يمكن في السعودية 999، فقال لهم في شنطة فيها ذهب نسيوها ناس ما عرفت منهم. طلبوا منه، اتصلوا به بعدين يمكن من مركز الشرطة، طلبوا منه الأوصاف، وقال لهم قالوا له ايش الذهب اللي موجود؟ قال لهم كذا وكذا. فجاب لهم الأوصاف اللي فيها، وقالوا فعلا في أسرة بلغت واستدعوا الشرطة، وحضر وقتل الأسرة متفاجئين ومستغربين. ذهب، شوفوا الذهب قدامكم، أنا بعرضها لكم علشان تشعروا وتحسوا بكمية أنه هناك في أمانة، حتى وإن كان ما الإنسان يعيش من عرق جبينه فقط. فالحرمة مباشرة لما وصلت قالت لهم أولا بصلي ركعتين لله شكر، وصلت ركعتين وقالت والله العظيم أني أدعي من يوم ما ضيعت الشنطة هذه أن تكون في يد أمينة. فعلا وقعت في يد شخص يعني أمين. وقالوا خلاص بنستلم الشنطة. قال لهم لا الرجال افتحوها وشوفوا لو في ناقص شيء فيها ولا شيء. قالوا لا، ما أنت قدك وصلت هذا. قالوا لا، وأصر عليهم وفتحوا الشنطة وشافوا وقالوا كل شيء مضبوط ولا ناقص فيها شيء. أصروا عليه بيعطوه مبلغ من المال، رفض قاطع. قال الحمد لله إن الأمانة هذا وصلت. من فين هذا الشخص؟ هذا من اليمن، واحد من يافع الخير، يافع الكرم، يافع الجود، يافع يا أخي اليافع ولا خليت لنا أحد، يافع الأمانة، يافع السمو، يافع الرفعة، ومن مرفد. يا سلام، ألف تحية لكم، والله العظيم ألف تحية. ورسالتي لأي إنسان على هذه الأرض، كل من عرق جبينك الأمانة لا، وشأنك بيرتفع ومقامك بيرتفع. ورسالتي لأخواننا في المملكة العربية السعودية، هؤلاء هم المغتربين، أخوانكم جيرانكم من اليمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الأمانة موجودة في اليمن الأصيل العربي صاحب التاريخ والعراقة. ألف تحية لأهل يافع، وألف تحية لأهل مرفد، وربنا يسهل لكم ويفتح عليكم يا رب ويخلفكم بخير.